اخو الولد السوداني ده عايز يشيل له شعره غصب عنه. يا ابني في ايه؟ طب انت خايف وبتبعد؟ ما تفكر تاني. طيب وانت غصبه؟ ايوه شيل له شعره، المدرسه ما انت عايز تشيل شعره؟ لا. طيب هو مش عايز يشيل شعره. لا انا ماليش دخل، عايز يشيل له شعره. انا مش هشيل له شعره غصب عنه على فكره، هو مش عايز يشيل شعره. لا المدرسه ما بترضاش تدخله. انا عايز شعري. لا هتشيل شعره. لا المدرسه ما بترضاش تدخلها. طبعا المجال خفيف شويه. لا انا رايح اجيب، انا ماليش دخل، انا رايح اجيب حاجه وجاي القى الشعر ده كله اتشعر. طب يلا. ازاي انا هشيل؟ انت عايز تشيل شعرك؟ لا. هو ايه انا هشيل له شعره واروح اجيب حاجه وجاي انت عايز تحلق ايه اصلا؟ عايز احلق. انا مش هشيل لك شعر غصب عنك. عايز تحلق ايه؟ تبر. تبر فين؟ ماشي. بدات اخطط بدرجه عاليه عشان ادرج له تدريجي التبر فيه، وكمان هعمل له ويفي بردك. بس لما اخوه جه بقى انا بجد اتصدمت من اللي عمله. ما توقعتش ان هو يمسك المكنه ويروح عليه وعايز يشيل له شعره وانا واقف. بعد اللي انا عملته له ده كله خلصت الجنب ده وهبدا في الجنب التاني تدريج بردك. وده كان شكل القفا وانا بفنشه بالمقص، واحدد له البرواز بقى واخليه يغسل شعره بسرعه عشان اعمل له ويفي. بقول لك ايه، تعالى اغسل شعرك بسرعه بسرعه. غسل شعره وبدات انشفه له وبدات اشيل له المقص في كله اللي في شعره. وبعد كده جبت الفوم وزعته على شعره بقى، وبالديفيوزر هبدا انشفه وبايدي